ريبوت وقلب صناعي واختراعات عبقرية طالب مصري في تانية ثانوي. نشوف أول فيديو ونكمل التفاصيل. طالب إسلام هاني، طالب تانية ثانوي. عملت روبوت بأزاز المية، يعني الروبوت ده كله بأزاز المية. هيبقى أول روبوت مصري، هيبقى أول روبوت مدعم بالذكاء الاصطناعي، ويبقى زي إنسان الآن إن شاء الله. أن روبوت مصري اسمي أكسيوم إكس. الفيديو ده رسالة دعم وتشجيع لطالب مصري أو لمخترع مصري، فياريت قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. ويلا نبدأ. اللي في الصورة قدام حضراتكم ده اسمه إسلام هاني، طالب مصري في تانية ثانوي أو مخترع مصري في تانية ثانوي. وأحب أقول لبعض أصحاب المواقع الإخبارية والصفحات وصناع المحتوى وبعض الإعلاميين اللي للأسف بيصنعوا ترندات بتسيء لينا احنا كمصريين، اهو في نموذج مصري يشرف الدنيا بحالها قدامكم اهو. يا ريت بقى نهتم بيه ونسلط الضوء عليه ونشجعه، هو وكل اللي زيه، اصحاب الاختراعات والبحث العلمي واصحاب الافكار. شباب كتير مصريين في سنه واصغر منه واكبر منه للاسف مش ظاهرين للنور ولا لاقيين اللي يقدمه، وده نموذج منهم. اسلام في تانية ثانوي اخترع قلب صناعي شغال بالظبط زي القلب الصناعي، يمكن محتاج شوية تطوير بس برضه نهتم بيه. مش بس كده، اختراعات عنده كتير في البيت وبأبسط الحاجات. شايف الروبوت اللي قدام حضراتكم ده معمول من جزايز بلاستيك، فلك أن تتخيل طالب مصري في تانية ثانوي فضل يجمع جزايز البلاستيك علشان يصنع بيهم الاختراع ده. ريبوت بالفعل، ولو لقي اهتمام وتطوير هيكون أفضل من كده بكتير. لما هو بأبسط الإمكانيات ما شاء الله وعمل كده، فما بالك لما يلاقي دعم وإمكانيات. عملت روبوت بأزاز المية، يعني الروبوت ده كله بأزاز المية. هيبقى أول روبوت مصري، هيبقى أول روبوت مدعم بالذكاء الاصطناعي، ويبقى زي إنسان الآن إن شاء الله. أن روبوت مصري اسمي أكسيوم إكس. ومن خلال الفيديو ده بنقول لإسلام استمر، كمل في طريقك انت وكل اللي زيك، فخر لكل المصريين وللدنيا كلها. انتوا الامل والتطوير، انتوا المستقبل، اصحاب الاختراعات والبحث العلمي واصحاب الافكار. انتوا اللي تستحقوا الاهتمام والدعم والمساندة علشان توصلوا باحلامكم. انتوا المستقبل، استمروا وربنا يوفقكم، ومنتظرين منكم المزيد. وكل اللي بيشوفني دلوقتي رجاء يعمل مشاركة للفيديو ده ويوجه رسالة دعم للطالب إسلام، ربنا يبارك فيه، ومنتظرين منه الأحسن والأحسن. بس كده، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.